شيماء ماتت يا خلف عشان سواق غشيم قرر يقضي على حلمها في لحظة غفلة، وبالصدفة أنا أعرفها وأعرف بنات كتير زيها بحكم شغلي. شيماء البت الكمة للمهندسة اللي ما استعيبتش تنزل تشتغل أجارية في عز الشمس عشان تجيب 120 جنيه ما يجيبوش كرتونة بيض، وانت قاعد يا خلف على النت تلعب بابجي وتدخل جوالات ومش عارف حتى تجيب حق البقر لما تشفطها. شيماء ما كانتش ثانويه عامه يا خلف، شيماء كانت دبلوم، وعشان شاطره جابت مجموعه ودخلت معهد بصريات، ولان عندها حلم وبتعافر من يوم ما اتولدت في الدنيا اتفوقت وجابت امتياز وقررت تدخل هندسه. وانت يا خلف اما نديك دروس ومدخلينك اي جي ومشربينك اي دي وبقى تعاتف على جبر لو جبت مجموعه يدخلك حتى خدمه اجتماعيه، وفي الاخر برضه هندفع لك فلوس عشان نلقى كليه ترضى بسحلتك. شيماء ماتت يا خلف ومعاها 18 شمس اتطفوا على الطريق عشان خاطر عربيه طايشه وطريق مفتوح وسرعه زايده، قرروا في ثانيه يقضوا على حلمهم. هما مش صحيح بنات بس ب100 راجل زيك يا خلف، كل بنت فيهم شايله عيله كامله على ظهرها. انا شفت بعيني، دول مش بنات مدلع ولا قاعدين على القهوه في الكوربه، دول بنات المزارع لما يصحوا الفجر يقطفوا الفاكهه ويغلفوها عشان مصر تبان بره شكلها مشرف. دول البنات اللي لما يدخلوا عمله صعبه للبلد. يا جماعه انا شفت بعيني البنات ده اما تعمل ايه في محطات التصدير. في يوم كده وانا قاعد لقيت واحد صاحبي اما يكلمني من بره بيقول لي عايزين فاكهه اورجانيك عندنا، وطبعا الكلام ليك يا خالف، انا راجل شغال بالبلد كان معبي في قفاص عمري ما صدرت بره، ورحت موصل بشركه من اصحابنا لما يصدر واديته رقمهم وسبته يتابع معاهم وكبرت انا دماغي. لقيته في يوم مكلمني بيقول لي الحاج يا عمده في مشكله عندنا في الشحنه. قلت له عادي يا خالف ما بديهاش، انا لازم انزل اتابع بنفسي، اصل دي فاكهه رايحه بره مش عايزين فضيح مع الاجانب. واول ما وصلت يا خلف عند المحطه ودخلت شفت مصر كلها جوع عنبر، عربيات يا خلف اما تنزل بنات تحت الفجر، بنات لسه في عنفوانها ملامحهم تعبانه لكن عيونهم اما تلمع واقفين زي السيف كانهم جنود، واحده اما تفرز والتانيه تعقم والتالته تغلف. مثل السمره دي يا خلف اما تتقطف قبل ما الشمس تفوق تتفرز وتتغلف وتطلع على الثلاجات، وبالليل تسافر على بلاد بره، يصبح الصبح تكون قاعده مستنيه الزبون على رف السوبر ماركت، اول ما يوصل تقول له صباح الخير احنا جينا من مصر. وانا بصراحه عمري ما صدرت قبل كده، انا اخر اصدر العبيطه زيك يا خلف. فوانا واقف متابع لما يحصل قاعد مستغرب وعينيا فيها 1000 سؤال. لقيت بنت وشها منور زي البدر كان ما تقول لي مالك يا عمده مستغرب ليه، وقالت لي تعالى انا هشرح لك، وفهمتني بقى ليه الكرتونه دي مش دي لما نغلف السمره في ورقه. كلامها كان زي البلسم، كانت اسمها آية وهي آية، لكن فجأة يا خلف لقيتها بصت لبنت من اللي جنبيها وزغرت لها حتة زغرة فيها حدة وصرامة، أنا عمدة بلد ما اعرفش أصغرها. إيه اللي حصل يا آية مالها البنت دي عملت إيه؟ قالت لي يا عمدة الأستاذة مش مغطية السمرة بالورقة بالكامل. قلت لها مش مشكلة يا آية أنا غطي السمرة وطبطب عليها وأخدها في حضني بس بالراحة. قالت لي لا يا عمده ما انت اصلك مش فاهم، السمره دي لو مش متغطيه كويس والسمره مستويه ممكن تعدي السمره التانيه اللي جنبيها. قلت لها انا هجيب لها انفلونزا يا ايه. قالت لي يا عمده كيس شغل ما يبقاش مظبوط، لان الفاكهه دي اول ما بتوصل الدوله الاجنبيه بياخدوا منها عينه يفحصوها، فممكن بالصدفه ايديهم تقع على الكرتونه دي وساعتها يعرفوا انها غير مطابقه للمواصفات وممكن ما ياخدوش النوع ده من الفاكهه تاني من مصر. يا سلام عليك يا بنت يا ايه، عليا الطلاق فاهمه وخايفه على البلد اكتر من مسؤولين كتير. ايه ده اما تصحى 5 الفجر تطلع على المحطه تخلص شغلها تروح دروس هتروح بالليل تذاكر، وفي اخر الشهر تكسر قرش تديه لامها وانت نحل وبري، اما تلبس جوانتي وتغلف السمره وفي نفس الوقت بتحلم تبقى دكتوره او مهندسه. بصيت لها كده سالتها انت اما تقبضي كام يا ايه، ضحكت كده وقالت لي 120 جنيه يا عمده بس بالدعوات الحلوه ما تبقى مليون. يا جماعه ايه دي وامثالها هم اللي شايلين مصر، وفي الاخر يجي راجل تافه يقول لك الست مكانها المطبخ. بنات منظمه منضبطه واعيه تظبط عليهم الساعه، مش قاعدين على القهاوي وما يطلعوا له لايفات. صحيح يا خلف يمكن هي ما تعرفش تروح الساحل لكن اما تعرف تروح المزرعه، يمكن هي ما تعرفش تلبس براند لكن اما تلبس جوانتي ابيض من وشوش ناس كتير جو في الزمان ده خلف، وهي زيها كتير هدير وشيماء ورحمه. البنات دي عمرها ما في يوم قالت احنا ليه شغالين شغل رجاله، عمرهم في يوم ما اتكسفوا من التراب لما يسخمط هدومهم، عمرهم ما في يوم قالوا احنا احسن من الولاد، هم شغلهم ما يقول كل حاجه. واللي وجعني بجد ان بعد ده كله يجي لهم كائن اهطل معدي على الطريق يدوس على حلمهم كيف ثانيه في دقيقه يكسر عظم البلد اللي ما تتسند عليه. يا جماعه دي مش شحنه تفاح باظت نزرع غيرها، دي قلوب بيوت كامله عايشه على اليوميه دي. وانا من مكاني هنا اما اقولها بصوت عالي، البنات اللي لما تشتغل عشان امها وعشان اخواتها وعشان حلمها دي اشرف من رجاله كتير لابسه بدل مش قادره تشيل نفسها. تخيلوا انتوا كده معايا ان شيماء واصحابها راحوا عشان بني ادم فاشل كسر السرعه المسموح بيها وقرر يدوس على 19 ورده. لا والادهى من كده احنا اكتشفنا انه عمل قبل كده 4 حوادث بسبب التعاطي وسير عكس الاتجاه.
ده بني ادم ما يستحقش يعيش. الواد ده ما عفرش مع الدنيا ربعك يا شيماء. انا عايز الكلام ده يوصل للناس كلها عشان يعرفوا البنات دي بتتعب قد ايه. انا عايز الناس تعرف ان احنا نايمين في بنات ب 100 راجل واقفين من الفجر عشان يدخلوا عمله صعبه للبلد دي. ايوه طب دلوقتي ايه سبب الحوادث اللي لما تحصل دي يا عمده؟ هل المشكله يعني في الطريق؟ المجاول سرق الفلوس وما عملش الطريق بالمواصفات المطلوبه؟ اقول لك لا، الطرق معموله صح ومظبوطه، لكن لما التريلا تبقى محمله فوق المسموح ب 60 و70 طن زياده يبقى الطريق هيعمل ايه؟ فين تطبيق القانون اللي يوقف الحموله الزايده؟ فين المسؤول صاحب القرار اللي يقول لي سواق التريلا وقف مش هتتحرك انت حمولتك زايده اركن على جنب؟ احنا عايزين قوانين صارمه، عايزين التريلات كلها تبقى جيل جديد مش خرده ما تنهش في الاسفلت. ايه المشكله يعني لما الحكومه تعمل مبادره مدتها سنه ولا اتنين تقلل فيها الجمارك وتسهل دخول التريلات الجديده؟ نعمل عمليه احلال وتجديد للاسطول كله. حط قانون صارم، سرعه العربيات النقل ما تزيدش عن 50 ابدا. وعلى فكره يا خلف احنا كيف مش ضد الحكومه، احنا كيف ظهر الحكومه. انت هتقفل يا خلف باب نزيف ملايين الفلوس اللي ما تتصرف على الطريق. تجديد التريلات اقل مليون مره من الفلوس اللي ما تتصرف عشان ترجع حته في الطريق كل شويه. الجمارك يا خلف مش شغله من روح شيماء. ما تعملوا معاهد معتمده اجباري لتدريب سواقين النقل. يا جماعه سواقين النقل دي مش شغلانه عاديه، ده راكب قنبله موقوته ماشيه على الطريق. انا بقول الكلام ده شهاده لله عشان كل واحده زي شيماء واقفه على خطوط التعب او التغليف واما تجيب عمله صعبه للبلد ترجع سالمه لبيتها. واخر كلمه هقولها، البنات دي هم اللي لما يجيبوا عمله صعبه للبلد هم اللي عاملين كرامه لمصر، واللي ما يحميش كرامته يبقى خسران. ولا يا خلف شيروا لهم وعرفوهم.